عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني أن الصلوات الخمس ما بين صلاة الفجر مثلا إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفر ما بينها من الخطايا. إذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا. لكن قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا، أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه مثل من غش فليس منا، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب.